مساء الخير. النهارده هنعمل مع بعض اكله جميله وكلنا بنحبها. هنعمل الكوارع، وزي ما انتم شايفين كده دي المقادير بتاعتها اللي ظاهره لكم على الشاشه. ادي توم والطماطم، وطبعا هنحتاج البصل، التوابل بتاعتنا كلها، وادي الرز غسلاه وهنركنه على جنب. نيجي بقى على الكوارع بعد لما نغسلها كويس بالميه والدقيق والملح والخل. بعد كده هحضر حله على النار فيها ميه مغليه وانزل بها بالكوارع بتاعتي. بديها الاول صدمه على النار كده مع الميه زي ما انتوا شايفين كده، يعني هي صدمه بسيطه كده. وبعد كده نطلعها نحطها في جنب على صينيه. لازم الطريقه دي عشان الكوارع لو فيها اي حاجه تخرج في الميه السخنه، لو فيها دم بقى كده. دي هفضل اطلعها على الصينيه. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ خلاص كده انا طلعتها كلها حطيتها في الصينيه. ابدا بقى، عندي بصل وطماطم وتوم، عندي ورق لورا، عندي حبهان اللي هو هيل، عندي هنا ملح، كزبره، كمون، قرفه، فلفل اسود، زنجبيل. دي المقادير بتاعت المطلوبه. ابدا بقى احط ميه على النار كده. بعد ما سخنت الميه ابدا انزل بقى بالكوارع بتاعتي، الميه تبقى مغليه وانزل بقى بالكوارع. انا حطيت الكوارع بتاعتي كلها اهي تمام كده. هبدا بقى اضيف الحاجات بتاعتي، البصل والطماطم والثوم، تديها نكهه جميله بصراحه. الحبهان اللي هو الهيل ورق اللورا. هبدا هنا بقى اضيف البهارات بتاعتي، الخلطه اللي انا كنت عاملاها قبل كده. بعدين اقلب كله مع بعضه. تمام كده. بغطي عليها بقى في الحله الضغط، يعني ما بتاخدش وقت كتير. في الحله الضغط ممكن تاخد ساعه او ساعه الا ربع. اظبطها اقفل عليها كده واسيبها بقى تستوي. بعد كده احلى بقى على النار معلقه سمنه بلدي او زيت او زبده اللي تحبيه. بعد ما تسخن شويه نقلبها كده مع بعض. بعد كده انزل بالرز بتاعي اللي مغسول. اقلبه بقى شويه كده مع بعضه الاول لغايه لما يتغلف كله بالسمنه البلدي. اقلبهم مع بعض كده عشان الرز يطلع معايا مفلفل. انا كده قلبتهم. هبدأ بقى ايه، هنا هبدأ اضيف المية الدافية. هظبط المية بتاعته وبعدين نقلب. دلوقتي ابدأ اضيف الملح واقلبهم مع بعض واقلب. بعد كده اغطيه على نار متوسطة، واللي بعد ما تشرب المية بتاعته وخلاص دخل في السوا هغطي عليه وهدي النار خالص زي الشمعة.
هنا الرز خلاص يعتبر دخل في مرحلة السوا، بقى مفلفل ازاي. هغطي عليه بقى واطفي عليه. نشوف بقى الكوارع اهي استوت تمام، خلصت اهي ما شاء الله، سواها طلع مظبوط. بالهنا والشفا. والشوربه بتاعتها جميله بصراحه، لما تحطي الطماطم البصل الثوم بتدي نكهه جميله بصراحه. هاجي بقى نعمل الصلصه بتاعت الايه، الفته. معلقه سمنه بلدي كبيره، هو النهارده يوم السمنه البلدي. ادي معلقه سمنه اقلبها كده اول ما تدفى. اروح نازله بالكزبره والثوم المهروس واقلبهم مع بعض. ادي اللون بدأ يبقى ذهبي. اروح نازله بالخل بعدين الصلصه، عصير الطماطم، بعدين فلفل اسود، كزبره، ملح، واقلب. بعدين اغطيها تتسبك. اجي بقى للفته. طبعا عندي عيش عليه معلقه سمنه بلدي. يعني هنا بفضل ان انا بدل ما احطه في الفرن بحمصه على البوتاجاز من فوق في شويه سمنه بلدي كده، بقلبهم مع بعض. لغايه لما تغلفوا هي بالسمنه البلدي. وبعدين انزل بالشوربه بتاعت الكوارع واقلبها. بعدين اغطيها شويه. طبعا ببقى مطفيه النار، بغطيها واسيبها. بعد كده ارفع عليها، انزل بقى بالصلصه بتاعتي اللي انا خلصتها. بعد ما تسبكي ده اهي، بدي طبق الاول من الصلصه على العيش. بعد كده اخد الرز وابدا احطه على الفته اوزعه كده عليها كده تمام. اخد بقى شويه من الصلصه احط على الرز من فوق، او ممكن عادي تقدمي الرز كده وتحطي الصلصه في طبق على جنب، بس انا بفضل الطريقه دي. ابدا كده اوزع الصلصه بتاعتي على الرز. بعد كده شويه توابل بقى، البهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسود وكزبره وكمون، البهارات يعني اللي هي بتاعت الفته او بتاعت المحشي. خلاص كده خلصت. نقدمها بقى الكوارع مستويه وشكلها جميل. بالهنا والشفا. يبقى اكتبوا لي في التعليقات انتوا بتعملوا الفته ازاي بالكوارع. هسيبكم بقى مع الصور بتاعت الفته. يلا بقى اشوفكم المره الجايه في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.